هلا يا جماعة الخير، ورجعت لكم من جديد من بعد ما غنيت أغنية عن فلسطين. واليوم حاب أقدم محتوى، لا أغنية راب ولا مسلسل. المهم بتشوفون. كلنا نعرف عن اللي يصير في غزة، في فلسطين، ظلم في ظلم، قتل، قصف، والكثير الكثير، حتى كيان صهيوني يعرف. واليوم راح أقدم لكم محتوى يتكلم عن مشاهير يدعمون كيان الصهيوني ومشاهير يدعمون فلسطين الحبيبة. قبل ما نبدأ أتمنى تحط لايك والشير والسبسكرايب إذا ما عليك أمر. السباح المصري عبد الرحمن الهريدي اللي حصل على جوائز وميداليات ذهبية، لما فاز في آخر بطولة تلقى تهديدات عشان بس يدعم إخواننا الفلسطينيين. سمعوا إيش يقول. I've been getting death threats. People have been attacking me all week for supporting Palestine. My family goes to sleep not knowing if I'm gonna. الاتحاد الدولي للسباحة حذفوا جميع صوره من حساباتهم الرسمية، هذا كله لأجل قال كلمة الحق. بصراحة كثير من مشاهير اللي وقفوا مع فلسطين، منهم سبيد شو هذا الخبل مجنون، ومنهم لاعبين كرة قدم، ومنهم من لاعب برشلونة كوندي اللي هو من أصل فرنسي، يقول لك سوى ضجة كبيرة في فرنسا وثار رأي العام، كله لأجل أنه دعم فلسطين الحبيبة. وننتقل من بعد سكوت دام أكثر من أسبوع لاعب نادي ليفربول بالمعروف محمد صلاح، وأخيرا طلع اللي في قلبه. اسمعوا شو يقول. It's always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. والحين نتكلم عن النوع اللي واقفين مع إسرائيل، واتمنى تركزوا زين. في ممثلة اسمها جيمي لي كيرتس نشرت صورة عبالها أبرياء إسرائيليين، من بعد ما عرفت إنهم فلسطينيين على طول رجعت وحذفت المنشورة من انستغرام. طيب تعالوا بعرفكم عن واحد ممثل مشهور ومصارع، المهم جهنمت البقبة، المهم المعروف باسم ذا روك، ونزل بوست يقول يحس بالحزن والوحشية والاختطاف اللي تصير في اليهود، وما يرضى الأرواح الإسرائيليين تروح كذا. المهم بصنق واقف مع كيان الصهيوني وزعلان لأنه قام قصف محترم. كل هذا المشاهير اللي تشوفوهم الحين كلهم على كيان الصهيوني صافين. أنا اليوم نزلت هذا الفلوج عشان بس تم حذف أغنيتي من اليوتيوب، كله عشان بس صفيت في جنب فلسطين الحبيبة، وكذا حذفوها الأغنية. المهم أنا راح أنزل أصف مع فلسطين الحبيبة. كنتوا مع مودي، وأتمنى راح يعجبكم الفلوج. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وضغطوا سبسكرايب. سلام.